التوم ده يا جماعه هينشف عليا، هيفضى مني. قشرت شويه حطيتهم في الفريزر وفرمت شويه، الباقي كله هشيله بقشره زي ما هو كده في الفريزر. ما تيجوا نشوف ازاي. ودلوقتي يا بنات قشرت التوم وخليته زي التوم اللي بيجي من السوبر ماركت الصيني، قشط العنقود الناشف اللي بيبقى مصدر بكتيريا ويفض التوم. فدلوقتي طريقه حفظه، جبت شبكه كده هنعبيه في الشبكه دي، في منها صغير زي اللي بيجي الادوات المنزليه، بيجي كده في الاطباق الحاجات الصغيره، ممكن تبقى عبيه كيس كيس وتحطيه في الفريزر. لكن الكيس دوت يشيل كل التومات، بتربطيه كده وتحطيه في الفريزر وتاخدوا منه. شايله منها راس توم كده في الفريزر. هوريكم دلوقتي ازاي وهو ناشف، لا تتعبي فيه ولا تقشري ولا تعملي مجهود ولا حاجه، بس بتسيبيها شويه بره على ميزه كده اهوت، تفك لوحدها القشره، هتلاقي التومه اتقشرت لوحدها وتفرميها من غير مجهود ولا تعب ولا اي حاجه. ودي طريقه حفظ التوم لما يفضى عندك، تلحقيه بحيث انك انت تفرزيه فريزر من غير ما تتعبي في قشره. تسيبيها شويه بره هتلاقيها اتقشرت لوحدها، بتفرميها بقى في الكبه او تدقيها في الهون بكل سهوله. دي متشاله في الفريزر اهي اهو، شايفين متجمده اهو، حتى من غير لسه ما اسيبه. بصوا تتقشر بسهوله لوحدها، والتومه بتفضل محفوظه لحالها، ولا بيفر ولا بيتاكسد ولا اي حاجه. بتسيبيه لوحده كده تلاقيه فك بدون مجهود ولا تعب، وبتضربيه على سكينه الكبه او الهون اللي عندك في ثواني بتكوني عملتي الهون بتاعك. حاجه سهله. دي في الفريزر، لكن دي لسه ما حطيتهاش، بس بيتشال كده في الفريزر. ودي طريقه الحفظ، حاجه سهله. ودلوقتي شلته اهو، حطيته في الفريزر يجمد براحته. تقدري بقى بتقشري، انا قشرت كده شويه كميه منه، شايفين ده متقشر ومتفرز، وتقدري تفرميه. بس انا بحب اسيبه كده سليم، ما بيتاكسدش معايا ولا بيعمل ريحه لاي حاجه. طلعي بسهوله كده، بتفرمي وهو مجمد، ما بتستنيش لما يفك، تطبخي بيه بسرعه كده. بتحفظيه من السوسه الصغيره اللي هي بتفضي التوم كله وما بيجرالوش اي حاجه. بتطلعي الراس، بتفكي شويه، ما تكملش دقيقه واحده، دقيقه واحده، وبتستخدمي التوم بتاعك. ودي اسلم واحسن طريقه بدون مجهود ولا تعب ولا اي شيء. لحد هنا ما تنسوش الشير واللايك والسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.